السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاعنا النهاردة إن شاء الله عن حشوة الفراخ المحشية. هنعمل إن شاء الله النهاردة حشوة فراخ ممتازة. وده بعد إيه؟ بعد ما قطعنا الفرخة وسوينا الفرخة كمان وهي متقطعة. لا، وكمان عملنا الفرخة مشوية وطالعة معانا جوسي وطرية وجميلة، وعملنا لها الحشوة بتاعتها تحفة بنكهة جميلة جدا جدا جدا. هتحبوها جدا للناس اللي بيحبوا وبيعشقوا حشوة الفراخ زي كده. طب احنا عملناها ازاي؟ تابعوا معايا الفيديو لما للآخر، وبإذن الله انتوا هتعتمدوا الطريقة ديت في حشوة الفراخ. يلا بينا كده نبتدي ونقول بسم الله ونبتدي الطريقة بتاعتنا. انا معايا كده الفرخة قطعتها، وطبعا بعد ما غسلتها كويس جدا جدا وعملت لها شرايح كده في اللي وراك تحت الجلد، علشان اقدر ان انا التتبيلة بتاعتي تتغلغل كده في اللحم بتاعها. وكمان انا هعمل الفرخة كلها يا جماعة، يعني حتى شايفين الكوارع بتاعت الفرخة اللي هي الرجلين بتاعتها هعملها كمان معاكم، مش هنرمي حاجة من الفرخة. كده خلاص غسلنا الفرخة كويس جدا جدا وما عادش فيها ريحة زفارة، وشرحنا الفرخة كده من تحت الجلد. هنيجي بقى للتتبيلة بتاعتنا. معايا بصلة متقطعة قطع صغيرة، حطينا عليها ملح وفلفل اسود، ودعكنا الملح والفلفل الاسود بالبصلة كده عشان تنزل المية بتاعتها بايدنا يا جماعة. ما ينفعش نعمل الحركة دي طبعا بالمعلقة، بايدنا. وجبنا الفرخة كده ودعكناها. هنحاول ندخل كده البتاع ال اللهم صل على النبي. البصلة بتاعتنا كده ندخلها في الفرخ حتى ما بين اللحم كده ندخلها، وندخل البصلة كده برضو ما تحت الجلد علشان الفرخة تاخد النكهة بتاعة البصل. الحركة دي بتدي نكهة جميلة جدا جدا للفرخ. طب هي دي الحشوة اللي انت بتقولي عليها؟ لا طبعا، مش دي الحشوة خالص اللي احنا هنعملها. الحركة دي بس احنا هنتبل بالبصلة علشان لو لسه فيها ريحة زفارة، بس اكيد مش فيها ريحة زفارة، تشيل ريحة الزفارة، وفي نفس الوقت تدينا تتبيلة جميلة جدا جدا للفرخة ونكهة حلوة قوي للفرخة. وحشينا كده تحت الجلد بالبصل. كان يجي بقى للقطعة بتاعة الصدور، انا قطعت الصدر قطعتين، وحشيت كده ما بين اللحم بتاع الصدر برضو بصل. طبعا اللي مش بيحب النكهة، اللي مش بيحب البصل، انا هسويها طبعا بالبصل ده. اللي مش بيحب البصل بعد ما يدعكها بالبصل حلو كويس جدا جدا جدا، ينفض البصل من عليها ويشيل البصل من تحت الجلد. بس طبعا هي الحركة دي بتديني طعم جميل قوي قوي للفرخ. كده خلاص برضو اللي هي القطعة بتاعت الكتف وفيها طبعا نص الصدر، دخلنا برضو الحشوة او البصلة اللي هي المرتة بتاعتنا كده ما بين اللحم بالشكل ده علشان تاخد كلها من الطعم ده. كده خلاص الفرخة بتاعتنا كملت. شايفين البصلة تحت الجلد ازاي؟ دي بتديها طعم جميل جدا. انا معايا بقى كمان اللي هي فلقة الصدر دي انا ما عملتهاش كاملة. دي انا عملت الجناح بالكتف وشلت بقى ال اللحمة بتاعة الصدر. دي بقى هنبقى نعملها في مرة تانية، نعملها بانيه. طبعا الدنيا غالية دلوقتي، فنحاول نوفر ونعمل اكل كويس بقدر الامكان وفي نفس الوقت يبقى موفر. فانا خدت القطعة هعملها ان شاء الله معاكم في مرة تانية. هنيجي بقى للخضار بتاعنا. معايا طماطمايه وفلفل اخضر وبصله وجزرايه كله متقطع شرايح. دي اللي هنعمل فيها التتبيله بقى بتاعه المرقه. هاخدها كده على حله على النار. الخضار دوت بيدي طعم جميل جدا وبيدي قيمة غذائية للمرقة اللي احنا هنعملها او الشوربة. حطيتها في الحلة ورصيت عليها كده الفرخة، وهنزل بقى بباقي البصلة اللي هو كان بتاع المرتة اللي احنا حشينا بيها ودعكنا بيها الفرخة في قلب البصلة. ومعايا كمان البهارات، ملح وفلفل اسود وورق لوري وحبهان وشوية صغيرين من القرفة. وما تقلقيش خالص ان القرفة المطحونة دي هتغمق لك الشوربة، لا خالص 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 مش هتغمق الشوربة، خصوصا ان احنا حاطين ربع معلقة صغيرة. وهنغطي بقى على الفرخة على نار هادية ونسيبها تنزل المية بتاعتها.
أنا باورّيكم دلوقتي اللي هو فلقة الصدر اللي أنا شِلتها خالتها من العضم وشِلتها، ديّة هاتبّلها طبعًا دعكتها كده في الطبق اللي كان فيه البهارات اللي أنا حطيتها على الفرخة، وهاتبّلها بشوية من البصل اللي هو كان بتاع المرتة اللي إحنا دعكنا بيه الفرخة، وهاكيّسها بقى وأحطها في الفريزر لمّا آجي أستخدمها بقى، نعملها بانيه، نعملها على بطاطساية ناجتس، المهم نعملها شاورما، هيطلع منها أكلة جميلة بإذن الله. نسيبها دي بقى في جنب بقى نحطها في الفريزر ونيجي بقى للفرخة اللي على النار. أنا قلبتها طبعا بالشكل ده ورفعت الدبوسة اللي هي بالشكل ده، لأن الدبوسة طول ما هي تحت الدبوسة هتستوى واللحم اللي عليها هيتشال وهيبقى المنظر بتاع الورك شكله مش حلو، فاحنا عايزين الشكل كده. بعد ما قلبتها كده على الجهة التانية غطيتها وسبتها على نار هادية برضو لمدة 5 دقايق، بس كده تتشوح وتنزل معايا المية، وبعد كده نزلت عليها بقى بمية عادية من الحنفية وظبطت لها الملح بتاعها وسبتها بقى استوى كده على نار عالية. أول ما بدأت تغلي كده وتبقبق هديت عليها النار 5 دقايق وبعد كده طفيت عليها، وكده الفرخة استوت وبقى معانا شوربة ومرقة تحفة. الخضار اللي فيها نزل كل القيمة الغذائية فيه، وادانا طبعا بجانب القيمة الغذائية بتاعة الفرخة ادانا طبعا شوربة أو مرقة فيها قيمة غذائية عالية جدا. نيجي بقى للحشوة بتاعتنا. معايا في نفس الطبق اللي عملت فيه المرتة بصلاية قطعتها برضو، حطيت عليها ملح وفلفل اسود ودعكتها بايدي وخدتها كده على معلقة من الزيت على النار في طاسة على النار، شوحتها لما بس كده دبلت، انا مش عايزة لونها يغير. بعد كده جبت برضو شوية من الزيت حطيت فيهم 3 معالق من لسان العصفور حمرتهم، اللي انا نزلته ده لسان العصفور. بعد ما اتحمر شيلته وفي نفس الزيت حطيت فيه برضو 3 معالق من الرز المغسول حمرته برضو في نفس الشوية بتوع الزيت، يعني هما معلقتين زيت عملوا معايا الليلة دي كلها. هقلب طبعا المكونات دي كلها، مش هحط ملح ولا هحط اي بهارات، لان لو تلاحظوا البصلة كان عليها ملح والفلفل الاسود. نيجي بقى هنعملها بايه؟ بالشوربة. شايفين الشوربة بتاعت الفرخة رايقة إزاي، ما هياش غامقة خالص، يعني ما تقلقوش إن القرفة تغمقها، لا القرفة تديها طعم حلو، بس الشوربة بتاعتنا هتبقى رايقة. وطبعا لما نيجي نقدمها هنصفيها علشان الخضار ما ينزلش في قلب الشوربة. حطينا عليها كده بولة وهناخدها على النار على نار عالية. أول ما تبتدي تبقبق وتغلي هنهدي عليها النار خالص وهنسيبها تستوي. هي كده محتاجة كمان بولة، أنا هضيف لها كمان بولة من الشوربة وهسيب الخلطة بتاعتي ديت تستوى برضو على نار هادية خالص. أنا مش هحط لها بقى شوربة تاني، هما البولتين دولت هيسووا لي لسان العصفور وهيسووا الرز وهيخلوه زي الفل، وواخد طبعا من طعم الشوربة ومن واخد من النكهة بتاعت الشوربة ومن القيمة الغذائية اللي الخضار نزلها في قلب الشوربة. كده خلاص لسان العصفور والرز والبصلة الخلطة بتاعتي الحشوة بتاعتي استوت، انا رفعتها من على النار. طب انتي مش قلتي مش هتحطي عليها شوربة تاني؟ ما هي خلاص استوت. كرنيب الشوربة دوت انا هقول لكم انا حطيته ليه، علشان انا كده هرص بقى الفرخة عليها وهدخلها الفرن. فانا لو ما كنتش حطيت الشوربة ديت شوية شوربة على الخلطة بتاعتي ودخلت الفرخة الفرن، كانت الفرخة وهي بتتحمر هتطلع طبعا البخار والسوائل اللي فيها وهتنشف. فانا عايزة الفرخة معايا تبقى طرية وجوسي متحمرة بس في نفس الوقت طرية، فعشان كده حطيت معلقة الشوربة ديت على على الحشوة بتاعتي، علشان لما الفرخة تخش الفرن الشوربة ديت هي اللي تتبخر مش السوائل اللي في الفرخ. الشوربة تتبخر وعما طبعا الفرخة تكون اتحمرت تكون شوية الشوربة دول اتبخروا. هنيجي بقى للخلطة اللي هندهن بيها الفرخة. معايا معلقة من الكاتشب حطيت عليها ملح وفلفل اسود ومعلقة من الخل ومعلقة من الزيت. ما عندكيش كاتشب يبقى ممكن تعملي بمعلقة من الصلصة وتحطي عليها برضو الملح وفلفل اسود وخل وشوية من الزيت. هندهن بقى الفرخة كده من فوق، وطبعا
الخلطة بتاعة الدهن ديّة هتنزل برضه على قلب الحشوة بتاعتنا وهتدّيها طعم مميز جدًا، وهادخّلها الفرن تتحمّر من الجهة دي، وبعد كده هاقلبها على الجهة التانية وهادهنها برضه بنفس الخلطة ديّة، وهندخّلها تحمّر تحت الشواية لحد ما توصل للمرحلة اللي حضراتكم شايفينها دي. كده خلاص الفرخة اتحمرت معايا من فوق ومن تحت، شايفينها طرية وجميلة ازاي، ما فقدتش السوائل اللي فيها وما نشفتش. السوائل اللي كانت في الحشوة هي دي اللي اتبخرت، اللي هم شوية الشوربة اللي احنا حطيناهم. هنيجي لاخر تكة بقى ودي اختياري بس بتدي طعم جميل قوي 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 للفرخ، اللي هي فحماية نسخنها ونحطها بقى بنقطة زيت، والفرخة تاخد من طعم الفحماية. وشايفين الشكل النهائي بقى للحشوة بتاعتنا. بصراحة حشوة أحلى حشوة ممكن تعمليها وأحلى ما تحشيها في قلب الفرخة، واخدة من طعم الشوربة بالخضار اللي حطيناه بالقيمة الغذائية اللي فيه. شايفين الفرخة طرية خالص ازاي، بحاول اوريها لكم بوريكم الطراوة بتاعتها. مشوية طعم جميل، حشوة جميلة، صدقوني هتعتمدوها دايما ان شاء الله في الفرخة. يلا جربوها وقولوا لي ايه رأيكم، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.